قالوا زمان. قالوا زمان، وحلقة جديدة ومثل جديد من أمثالنا الشعبية من تراثنا الشعبي الجميل. المثل اللي معانا النهاردة بيقول: اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب. المثل ده ليه قصة كده مشهورة، إن في ملك أو راجل غني كان عاوز يبني بيت من إزاز فوق تل كبير، عشان هو أغنى واحد في القرية بتاعته أو في المكان بتاعه، فكان عايز يبني بيت مميز. كل الناس بانية بيوتها من حجارة أو طوب أو خشب، هو عاوز يبني بيت من إزاز، حاجة جديدة وفي أعلى حتة في المكان. وبسبب إن هو بيبني فوق التل ده، كان في حجارة بتتكسر وتقع على الناس اللي تحت، اللي هم الناس الفقراء، الناس الغلابة. الناس كانوا متضايقين جدا ومتذمرين ومش عاجبهم اللي هو بيعمله، بس هو عشان كان راجل غني وهو ممكن يكون كان الحاكم بتاعهم مثلا وكان ظالم، فما كانش همه رأي حد، وكان بيبني البيت بتاعه اللي من إزاز. سبحان الله، لما جه موسم الطير عايز يبني الأعشاش بتاعته، الطير كان بيشيل الطوب والخشب في منقاره عشان يبني الأعشاش بتاعته. الطوب ده كان بيقع على البيت الإزاز فيتكسر. عشان كده طلع المثل اللي بيقول: اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب، عشان سهل قوي يتكسر من أقل حاجة. سواء القصة دي حقيقية ولا لأ، بس هي بتعبر عن معنى. الهدف والمغزى من المثل ده إننا نشوف عيوبنا قبل ما نشوف عيوب اللي حوالينا. المثل ده بيتقال في اللي بيعيب على الناس أفعالهم وهو للأسف بيعمل نفس الأفعال أو أسوأ منها. ومثل كمان ليه نفس المعنى: اللي مالكش فيه مالكش دعوة بيه. بمعنى أصح، خليك في حالك، ما تشغلش بالك بعيوب الناس ولا بالناس، عشان اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب، لأن فعلا كلنا عيوب. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بمعنى إن أحسن حاجة تعملها لنفسك وللناس إنك تخليك في حالك وتنشغل ببيتك وأهلك وعيالك وحالك. لو طبقنا المثل ده في حياتنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هنبقى في حتة تانية خالص. تخيل كده، محدش هيجيب سيرة حد، ولا فلان قال ولا فلانة عملت. تخيل كده، مش هيبقى في إشاعات، لأننا مش هنردد أي كلام وخلاص. صدقني، مش هيبقى في حقد ولا غل ولا حسد، عشان كل واحد هيبقى مشغول بنفسه ومركز في حياته، مش حياة حد تاني. تخيل كده لو تركيزك كله بقى لنفسك وبيتك وشغلك وحالك وعيالك، أكيد هتبقى أحسن بكتير قوي على المستوى الشخصي والمستوى الاجتماعي. هتبقى حاسس بصفاء نفس وهدوء أعصاب. لو بطلنا نجيب في سيرة الناس، أكيد هيبقى عندنا وقت كتير نقدر نطور من نفسنا وشغلنا. وعلى فكرة بقى، كلنا بيتنا من إزاز. والله، مين فينا ما عندوش عيوب أو أسرار أو خصوصيات ما يحبش حد يعرفها، أو ذنوب مخفية أو مشاكل شخصية أو كل دي حاجات ما نحبش حد يعرفها عننا، بس إحنا مش واخدين بالنا من نفسنا ومشغولين بس بعيوب اللي حوالينا. وزي ما الشاعر قال: فمن يشمت بعيب الناس يوما فذا عن حمقه أعطى أمارة، ومن يسكن ببيت من زجاج فهل يرمي على الناس الحجارة. الخلاصة، خليك في حالك وانشغل بعيوبك وسيبك من عيوب الناس، وما تنساش الكلمة الطيبة صدقة. كنت معاكم أحمد عبد العزيز، دمتم في أمان الله.